مهم جدا لما بندرس وندقق في حدث تاريخي كبير ومهم زي صلب المسيح إننا مش كفاية نعتمد بس على مصادر القصة زي ما وردت أحداثها في الإنجيل المقدس. مش معنى كده إن القصة في الإنجيل ضعيفة أو مش موثوقة، بالعكس احنا بنشوف مصادر تانية علشان نزود تأكيد مصداقيتها في الإنجيل ونثبت إن الحدث ده حصل فعلا من وجهات نظر مختلفة. لازم نرجع للمؤرخين اللي عاشوا في نفس الزمن أو قريب منه حتى لو ما كانوش مؤمنين بالمسيح من الأساس، علشان نفهم الصورة كاملة ونبقى متأكدين إن اللي حصل ده مش مجرد كلام في كتاب واحد، وإنه في شهادات تاريخية قوية جدا من زمن المسيح بتثبت صحة الحدث وترد على أي مشكك أو معترض على حقيقة صلب المسيح. هنشوف مع بعض شهادة أكتر من مؤرخ ليهم ثقل من الإمبراطورية الرومانية واليونان اللي كتبوا عن المسيح أو المسيحيين في الوقت ده، وهنعرف بالتحديد هم قالوا إيه عن قصة الصلب. هنكتشف مع بعض إزاي الألم بتاع ناس ملهمش في الإيمان المسيحي سجلوا بحروف من نور شهادات تثبت إن الصلب مش أسطورة ولا حلم، ده واقع حصل واتكتب بالفعل في صفحات التاريخ.